السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتكلم اليوم عن موضوع كيفية فطم الفروخ الصغيرة عند الأهل وعند المربي الذي يطعمها بالسرنج أو يطعمها يدويا. أولا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالفراخ التي عند الأهل. كيف أستطيع أن أفطمها بأسرع وقت وبطريقة سهلة وآمنة؟ المرحلة الأولى الفراخ بس اللي عندما تكسي ريش، يعني تقريبا بعمر 28 يوم إلى الشهر، يفضل أن أنقلها من البياضة العش إلى أرضية القفص. الشرط أن تكون أرضية القفص بدون شبكة بالأرضية، بدون أسلاك، يعني على البلاستيك. هاي المرحلة الأولى، ويجب أن يكون بالأرض أكل بزوايا القفص. أخواتي أنا عم حاول أتكلم بالفصحى، ما فصاحة مني لا والله، لكن الهدف إنه يوصل الفيديو لأكبر عدد، لأنه إذا تكلمت بالعامية ممكن كتير ناس ما تفهم علي. أوكي، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا إعجاب وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. الفراخ بنحطها بأرضية القفص على البلاستيك بدون شبكة مثل ما قلنا، بيكون في أكل بزوايا القفص، ويفضل إنه علمهم على علبة نحن بنسميه عنهم مسبح صغير، ارتفاعه هيك تقريبا وتقريبا هيك حجمه. هلا هذا المشكلة إنه إذا حطيت فيه أكل بده يقلب على وزن الفرخ، بده يقلب ويكب الأكل. فأنت المفروض إنك تعبيه جبصين، تخلط جبصين وتعبيه جبصين بحيث إنه يصير يتم مسافة صغيرة بحدود نص سنت. هاي بتحط فيها أكل، والبقية فيها جبصين، بصير في تقل، ما بصير المعلقة يقلب. بعمر هلا طلعنا الفراخ بعمر تقريبا 25 يوم، حطيناها بأرضية القفص. هاي المرحلة الأولى. يفضل إنه إذا أيام برد ترجعهم بالليل على العش على البياضة. المسألة الثانية، أنا بعمر 35 يوم شو لازم أعمل؟ بعمر 35 يوم يفضل إنه ننقل الفراخ بعد المغرب أو قبيل المغرب قبل ما يناموا العصافير، بشيلهم بحطهم بقفص لحالهم، ويفضل إنه بعيد عن الأهل. إذا ما بقدر بعيد عن الأهل بحطهم تحت القفص تبع الأهل، بحيث إنه الأهل ما يشوفوهم وهن ما يشوفوا الأهل. طبعا كمان بدون شبكة وبدون أصباط وقافات، حتى ما الفرخ يطلع يقضي وقته باللعب، بحيث إنه يكون الأكل كله قدامه وتحت نظره. الأكل بيكون بالزوايا، يفضل الأكل يكون بالزوايا. أنا شو بحط بالزوايا؟ بحط دخن، بحط بالزاوية الثانية دخن منقوع مع شوية مي، بحط بالزاوية الثالثة بريقة. البريقة كتير مفيدة وكتير طرية، لأنه بفضلها الفرخ وبيخدم عليها بسهولة، وبيقدر يفصفصها بالمراحل الأولى. وبالزاوية الرابعة بحط بيض مبشور. البيضة على حالها أخي ما بتشتغل معك، ما بيعرف ياكل الفرخ، بده يكون بيض مبشور. عم نصور شو أنت يعني تنظف حالك هلا؟ أوكي. هذا الحكي أخذناهم المغرب وتركناهم لحالهم فترة الليل كلها، بنرجعهم بكير، بس ما برجعهم بكير مباشرة، يعني من الصبح. يفضل ارجعهم بكير الساعة 10. الساعة 10 بيكون الفرخ بهاي الفترة جاع، بصير بقرب بحاول ياكل، يدور على أكل. في مسألة موضوع البيض ما تركه، يعني إذا أنا بفضل البيض ينحط الصبح مثلا من 7 للساعة 11. وبهاي الفترة الثانية فترة الظهر هي في حرارة وشوب، بفضل تحط بدال البيض عرانيس. كمان العرانيس نية بتشتغل، وأنا بفضل النية عن المسلوقة. نية بحيث إنه كمان أنا للفراخ الصغيرة لازم أقسم الحبة أكثر من قسمين أو 3، بيتعود عليها الفرخ، غير لما بتكون الحبة على وضع على حجمها الطبيعي. هدول أنا برجع هلا رجعنا الفراخ
ايمت الساعة 10. اوكي، ثاني نهار بنعمل نفس القصة، كمان بشيلهم عند المغرب قبل ما يناموا العصافير، وبحطهم بقفص لحالهم وبحط لهم اكلهم. بس لما بدي ارجعهم ما برجعهم 10، برجعهم 12. الفترة هاي انت لما عم ترجع الفرخ لعند الاهل متأخر، هاي الفترة كثير بتجوع فيها، فبصير تدور على اكل. هلا هاي المرحلة بنساويها من عمر 35 يوم فصلا عن الاهل، مراحل تدريجية لعمر ال 45 يوم، يعني بحدود ال 10 ايام انت ان شاء الله بتكون فطمت الفراخ اللي عندك. هلا بننتقل لمرحلة الفراخ اللي عم يربيها المربي على ايده. هلا اغلب المربين بتعطي الفراخ 3 وجبات باليوم، وجبة الصبح، وجبة الظهر، وجبة المساء. هلا انا كمان بدي اعمل تسلسل. اول وجبة بلغيها هي وجبة الظهيرة، وجبة الظهر. وجبة الظهر كيف بلغيها؟ انا عم احكي بالافضل. هلا كل مربي له طريقة، بس الافضل يكون ما قطع تام للوجبة، تسلسل. هلا انا الوجبة عم بعطيها كنت الساعة 2، اوكي؟ انا الوجبة باخر له اياها للفرخ لتصير نهار ساعتين، بتصير الوجبة الساعة 4. ثاني نهار باخر له اياها كمان ساعتين، صارت الوجبة الساعة 6. بعد الساعة 8 التغت الوجبة. اوكي، هلا نحن المغرب تقريبا بقدم الساعة 8، الفرخ بينام. مفروض انت تنيم العصافيرات عند المغرب، الطيور طبيعتها بتنام عند المغرب وتفيق عند شروق الشمس. هلا لغينا اول وجبة عند الفرخ، ونفس الشيء بعمل بوجبة الصبح. وجبة الصبح بأخرها ساعتين 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 لحتى تصير بس عنده وجبة المساء، وجبة العشي قبل ما ينام. قبل ما ينام الفرخ لازم تشبعه انت، يكون حصلته عبيانة لحتى ينام شبعان. وصلنا المرحلة الثالثة، هي انه صرت بوجبة العشاء انا بس اعطيه وجبة واحدة بالنهار. تمام؟ وجبة العشاء كل مدة ومدة انا كمان باخرها. كنت عم بعطيها 8، بصير بعطيها 9 او 10، باخرها وبصير بخفف الكمية. انا كنت عم بعطيه 12 سم، اوكي؟ بصير بعطيه نهار، بصير بعطيه 10، النهار اللي بعده بصير بعطيه 9، بخفف لحتى اساويه نص الكمية. لما انا بدي اقطع الفرخ الاكل بتاتا، طبعا اكيد انت بتكون حاط له اكل بالارض، بتكون حاط له بيض، بتكون حاطط له بيض مبشور، مسلوق مبشور، بتكون حاطط له دخن بريئة، دخن مع مي، بتكون حاطط له قرانيس، بتكون حاطط له خس كمان مقسم. هاي المفروض انت لما عند فطم الفرخ يكون هدول موجودات عنده، لحتى الفرخ بالنتيجة بده ياكل هو، ما تحط له. وبتكونوا بأرضية القفص أخي. الفرخ بالمرحلة الأولى ما بيعرف ياكل من المعلف. المعلف اللي بنحطه نحن خارجي، المرحلة الأولى الفرخ ما بيعرف ياكل فيه. وهذا الشيء انت لما بتحط الأكل بالأرض لازم تكون في تنظيف دائم، يعني كل نهار لازم تنظف أرضية القفص. في مسألة ثانية، في طريقة ثانية لما تفطم فراخك إذا بيكونوا عند الأهل، إنك تقص صياخ. هذا قفص أنا كنت أفطم فيه. هلا هون لاحظ إنه أنا قاصص السياخ، هون السيخ أنا قاصه. هلا لاحظ إنه بيقدر يفوت راسه لجوا، شايف؟ بيقدر يفوت راسه لجوا ويطعم الفراخ، أو الفرخ يطالع راسه. بقص أنا صيخ وبترك صيخ، أوكي؟ دمتم بخير أنتم وطيوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي بحب نحكي بموضوع، أي موضوع عن العصافير، نحن إن شاء الله ما بنقصر معه. وإذا في تعليق بكلمة أنا قلتها غير مفهومة ممكن تكتب لي إياها بالتعليقات، بشرح لك إياها بالعربي بالفصحى. وبتمنى الفيديو ينال إعجابكم، بتمنى تشتركوا بالقناة.